انتهت سنة 2022 ودي كانت واحدة من أحسن وأمتع السنين في الكورة. شفنا فيها بنزيما بيفوز بالكرة الذهبية، شفنا ميسي بيتوج بكأس العالم، شفنا انتقال كريستيانو التاريخي للنصر السعودي، وشفنا انفجار هالاند وتألق امبابي. عشان كده فيديو النهاردة عن أحسن 10 لاعبين في العالم شاركوا في أهداف ما بين تسجيل وصناعة. لكن قبل ما أبدأ الحلقة ما انساش تصلي على النبي وانزل فجر اللايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. في المركز العاشر كريم بنزيما ب 40 هدف. بنزيما سنته كانت غريبة جدا، تم استبعاده من كأس العالم بسبب إصابته وبسبب خلافه اللي رجع تاني مع ديشام، وفي نفس السنة قدر يفوز بهداف الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا، وفوق كل ده بيفوز بالكرة الذهبية. التاريخ هيقول إنها كانت أفضل سنة في تاريخ بنزيما، لكن كنا نتمنى نشوفه في كأس العالم. في المركز التاسع الملك المصري محمد صلاح ب 43 هدف. صلاح موسمه كان رائع للغاية، بس ده كان على المستوى الفردي بس. أخذ فيها هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع ألعاب، وقاد فريقه لآخر نفس في الدوري أمام السيتي، وفي نفس الوقت قاد حملة كبيرة في دوري الأبطال لحد ما وصل فريقه لنهائي الشامبيونز ليج. لكن لسوء حظه خسر الدوري لصالح السيتي بفرق نقطة واحدة، وخسر نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. ولولا تغيير مركزه بشكل كبير في بداية الموسم كنا ممكن نشوف ترتيبه أعلى من كده. في المركز الثامن منافس محمد صلاح على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في آخر 5 سنين كيفن دي بروين ب 47 هدف. دي بروين هو اللاعب الوحيد في القائمة دي اللي بيلعب في خط الوسط وليه مهام دفاعية كمان، فبصراحة أداء عالي ومستوى أكثر من رائع. البلجيكي قولا واحدا هو افضل لاعب خط وسط على مر التاريخ، اتقان غير عادي في التمريرات وكمان العرضيات وصناعة الاهداف بكل تأكيد. قاد فريقه للفوز بالدوري في الموسم الماضي، وحاليا بيتصدر قائمة صناعة الاهداف على مستوى العالم كله. دي بروين هو الوحيد اللي دخل في القائمة دي بسبب ارقام الصناعة اكتر من التهديف، 18 هدف و29 اسيست، والمنتظر منه انه لو استمر على الاداء ده ان يكون صاحب اعلى تاني اسيست في التاريخ كله. المركز السابع هاري كين ب 49 هدف. نجم توتنهام قدم سنة عظيمة على كل الاصعدة، وحظه انه في منافسة شرسة مع هالاند، والا كان زمانه هداف الدوري الحالي. هاري كين يعتبر من اكتر المهاجمين في العالم حاليا تكاملا، سواء في الصناعة او حتى في التهديف. لكن كل ده هيتنسي بسبب انه تسبب في خروج بلاده من كاس العالم بعد ما ضيع ضربة جزاء امام فرنسا في ربع نهائي المونديال. وفي المركز السادس نكونكو ب 50 هدف، وده بصراحة اللاعب المفاجأة في القائمة دي. 50 هدف ده رقم كبير جدا، وبسببه قدر يفوز بأفضل لاعب في الدوري الألماني مع نادي لايبزيج، وعلى حساب مين؟ هالاند والفاندوفسكي. واللي الناس مش فاكراه اصلا ان نكونكو ده من ناشئي باريس سان جيرمان، ولعب كتير مع باريس سان جيرمان بس ما كانش عارف ياخد فرصته، لكن مع لايبزيج اخد فرصته وتألق بشكل كبير، وده خلاه يشارك مع المنتخب الفرنسي. لكن مع بداية البطولة الإصابة منعته. نكونكو أكيد مستنيين منه كتير مع تشيلسي في الموسم القادم. في المركز الخامس ليفاندوفسكي ب 51 هدف. بقالنا أكتر من سنة يكون أكتر من ساهم في أهداف هو البولندي ليفاندوفسكي، تألق غير عادي في الدوري الألماني مع البايرن ميونخ، وده اللي خلاه ياخد الحذاء الذهبي مرتين وأفضل لاعب مرتين بدين فيفا. ولولا إلغاء جائزة الكرة الذهبية سنة 2020 كان زمانه خدها. ليفا بعد ما حسب هداف الدوري الألماني انتقل لبرشلونة، وحاليا هو هداف الدوري الأسباني بدون منازع. أما في المركز الرابع نيمار دا سيلفا ب 52 هدف. قدم نيمار الموسم الماضي نضج كروي غير عادي، قيادة تامة لباريس سان جيرمان، وخصوصا مع بداية الموسم الحالي، وكان السبب الرئيسي لكل المراهنين والمحللين في العالم كله يقولوا ان البرازيل هي هتكون الفائزة بكأس العالم 2022. وفعلا قدم مباريات رائعة في كأس العالم، لكن خرج بركلات الترجيح امام كرواتيا. لكن في نفس السنة قدر نيمار يكون هداف التاريخ للبرازيل بالمناصفة مع الراحل بيليه. اما في المركز الثالث سفاح الفايكنج هالاند ب 54 هدف، وهو اقل لاعب صنع اهداف في القائمة دي، صنع 8 اهداف فقط وسجل 46 هدف في عدد مباريات قليلة، وده بسبب الاصابات السنة دي. وبصراحة ومن وجهة نظري هالاند سفاح غير عادي، لو الكرة وصلت لجوه ال 18 فهي جول لا محال، ومتفوق حاليا على كل لاعبي الدوري الانجليزي، لدرجة انك هتلاقيه مسجل اهداف اكتر من الاندية نفسها. ومش بعيد لما نخلص الفيديو ده تلاقي ارقام اتغيرت، والكل منتظر هالاند يكون على رأس القائمة دي في 2023 لو ما تعرضش للإصابة. وفي المركز الثاني ليو
ليو ميسي ب 65 هدف. السنة دي هي الأغرب في تاريخ ميسي على الإطلاق، لأن في السنة دي واجه كم من الانتقادات والسخرية التي لا حصر لها بسبب قلة الأهداف والصناعة في الدوري الفرنسي. وبيرجع يستعيد ميسي بريقه مع المنتخب الأرجنتيني بكاس فيناليسيما أمام إيطاليا، ثم بداية عظيمة مع باريس سان جيرمان في الدوري وكمان دوري الأبطال. ورغم كل ده واجه انتقادات لوجوده في قائمة ال30 لأفضل لاعب، لكن ميسي رد على الجميع في الملعب في كأس العالم وساهم في فوز الأرجنتين بشكل كبير، وقدر ياخد جائزة أفضل لاعب ووصيف الهداف. وأصبح ميسي أكثر لاعب مساهم في الأهداف في تاريخ كأس العالم، وبيهدده لاعب واحد بس وهو اللي ميسي اتفوق عليه في النهائي. وفي المركز الأول العملاق الكبير كيليان امبابي ب 77 هدف، رقم خرافي من لاعب أسطوري اثبت نفسه على كل الاصعده. امبابي للسنه الرابعه على التوالي هداف الدوري الفرنسي والخامسه كمان في الطريق، ودايما كان بيتقال له ان دوري ضعيف فسجل في دوري الابطال، وساعتها قالوا ان الفريق هو اللي قوي. لكن امبابي اخرس الجميع وسجل في كاس العالم الاخيره 8 اهداف واخذ هداف البطوله ومنهم هاتريك في النهائي، ويبقى اول لاعب في التاريخ يسجل 4 اهداف في المباراه النهائيه، هدف في نهائي كاس العالم 2018 و3 في نهائي كاس العالم 2022. ومش بس كده، حاليا مسجل 12 هدف وتساوى مع الاسطوره بيليه، وفاضل ليه فقط 4 اهداف يسجلهم عشان يعادل رقم كلوزا التاريخي. قائمه كبيره، لكن اغرب ما فيها وجود 3 فرنسيين. تفتكروا مين هيكون معانا في القائمة دي السنة الجاية؟ ومين هيكون الهداف؟ ومين هيكون البطل في 2023؟ اكتب لنا توقعك من دلوقتي في التعليقات، وما تنسانيش بقى. ها؟ نشوفك الفيديو الجاي. سلام.